من أكتر الوصفات اللي كلنا بنحبها وبنهتم إن احنا نعملها دايما في البيت وتطلع مننا ناجحة هي البيتزا. تعالوا نعملها النهاردة مع بعض بعجينة سهلة وبسيطة وزي القطن، ونعمل لها كمان صلصة طعمها جنان. يلا نصلي على الحبيب المصطفى ونبدأ في الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمله ازاي. هبدأ الأول بصلصة البيتزا. معايا هنا طماطم مبشورة بالمبشرة أو مفرومة في الكبة، ومعايا معلقة كبيرة من صلصة الطماطم المعلبة لأني بتعزز الطعم بتاعها واللون. ومعايا معلقتين كبار من الزيت، تقدري تستخدمي زيت زيتون أو زيت عادي. معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وطبعا ملح حسب الرغبة. ومعايا كمان زعتر، والزعتر من اكتر الحاجات اللي بتميز الصلصة بتاعة البيتزا. واحط لها نص كوباية من المية، واحطها على عين البوتاجاز على نار هادية جدا، تتسبك براحتها وتنطر كل المية اللي فيها بالشكل ده، علشان كمان العجينة بتاخد صلصة باردة مش سخنة. معايا بقى كوبايتين ونص من الدقيق، علشان انا هعمل بيتزايتين، والبيتزايه الواحده بتاخد كوبايه وربع من الدقيق. تمام. حطيت عليهم معلقه كبيره من الخميره او كيس من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من السكر، ومعلقتين كبار من اللبن البودر لو متوفر، مش متوفر خلاص، ونص معلقه صغيره من الملح. وهقلب المواد الجافه دي كلها مع بعض، وبعدين هحط لها 3 معالق من الزيت، سواء زيت زيتون او زيت عادي. دي طبعا حاجه ترجع ليكي. معايا بقى هنا ميه دافيه. هنزل شويه بشويه وهبدا ان انا اعجن والم العجينه بتاعتي. على فكره انا ما رضيتش اعجن في العجين والله علشانكم، عشان ما حدش يستصعب العجينه ويحس ان هي صعبه، فبفضل ان انا اعجن معاكم في الفيديوهات بايدي عادي جدا، عشان اي حد خايف من العجينه يبدا ان هو يتشجع ويعملها. العجينة سهلة وبسيطة ما فيهاش أي حاجة. المهم إن احنا نعجن مدة لا تقل عن 10 دقايق. واحدة واحدة كده هتعجني لحد ما توصلي لشكل وقوام العجينة دي، بتبقى عجينة طرية بتلزق شوية في الإيد، مش عجينة يابسة، يعني عجينة مفتوحة. بعد ما عجنت لمدة 10 دقايق، جبت البولة بتاعتي، رشيت فيها شوية من الدقيق، وحطيت العجينة بتاعتي ورشيت عليها شوية من الدقيق وحطيت عليها فوطة نظيفة كده وسبتها تخمر على جنب. وادي الصلصة شكلها تحفة وطعمها جميل جدا، بخرت كل المية اللي فيها واتسبكت كويس. هسيبها على جنب، وهنبدأ بقى ان احنا نسيب العجينة كمان تخمر. بعد ما تخمر العجينة هجيب الصواني بتاعتي اللي انا هعمل فيها وهدهنها رشة بسيطة من الزيت. ده شكل العجينة بتاعتي بعد ما خمرت، شايفين علت ازاي؟ وما خدتش وقت خالص لان الجو دلوقتي حلو، فما خدتش وقت يعني مني خالص. هنزلها بقى كده على الرخامة او على اي ترابيزة انت بتعجني عليها. هحط شوية من الدقيق، وهقسم العجينة بتاعتي دي على كورتين قد بعض، عشان انا هعمل زي ما قلت لكم 2 بيتزاية قد بعض. دي الواحدة في صينية مقاس 30، يعني البيتزايتين اللي انا عملتهم دول حطيتهم في صينيتين، الصينية مقاس 30. تمام. هي بتطلع مظبوطة بالظبط على قد الصينية. هفرد بقى العجينة بتاعتي بالشكل ده، وبعد كده هجيب الصينية بتاعتي واسكن العجينة فيها كويس جدا، يعني واحدة واحدة كده. وافردي العجينة خليها تاخد الشكل بتاع الصينية. عايزه اقولك العجينه عشان معجونه كويس، فتحسي ان هي بتمشي معاكي بكل سهوله. بعد كده بصوابع ايدي كده هبدا ان انا اعمل حروف للصينيه، للعجينه، قصدي للعجينه بتاعتي، علشان الصلصه والحشو ما يطلعوش بره. يعني فاهمين بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هجيب شوكه واخرم العجينه بتاعتي عشان ما تتنفخش في الفرن. من اهم الميزات اللي بتخلي البيتزا حلوه انك تعملي العجينه رفيعه، مش عجينه تخينه، فبالتالي تبقى عامله شبه العيش. بعد ما سويت العجينه بتاعتي واخرمتها بالشوكه، جبت الصلصه. شايفين لون الصلصه تحفه. وزعت الصلصه بتاعتي على كل العجينه. وهنا انا هعمل البيتزا بتاعتي النهارده بالبسطرمه. تقدري تحطي الحشوه اللي انت عاوزاها، تقدري تعمليها بجبن، بس تقدري تعمليها بالفراخ، بالسجق، بالبسطرمه، باي حاجه انت عاوزاها. بعدين معايا فلفل الوان متقطع مكعبات صغيره او تقطعيه شرايح حسب الرغبه، وهوزعه على الصينيه بتاعتي. معايا هنا فلفل حامي، ده للي بيحب الحامي بس زينا كده، ولكن مش بتحب الحامي طبعا ما تضيفوش. انا بقطعه شرايح كده وبوزعه على الصينيه بتاعتي. تمام.
ومعايا كمان زيتون هوزعه برضو على الخضار بتاعي. تقدري تحطي اي حاجة في الحشوة. هنا في الوقت دوت طبعا بعد ما اوزع هنا هوزع الجبنة كويس قوي اللي موجودة عندي. وفي الوقت ده انا كنت مسخنة الفرن على اعلى درجة حرارة، وهدخلها في الرف الوسطاني على اعلى درجة حرارة، شغال من تحت بس. بتاخد لون على طول وما بتاخدش اي وقت. هي طلعت معانا كده يا دوبك بتاخد من 10 ل 12 دقيقة بالظبط في الفرن. انا مش بشغلها الشواية خالص، انا بسيبها بس شغالة من الارضية، وبحطها في الرف اللي في النص. اهم حاجة تدخليها على فرن سخن جدا. وطلعتها كانت بالشكل ده، ودلوقتي بقطعها كده معاكم. عايزة أقولك جميلة وسهلة وبسيطة وأحلى وأوفر من بره طبعا بكتير. كفاية إن انت عاملاها بإيدك وضامنة عمايلها. بصوا العجينة بتاعتها، شايفين اللون اللي هي واخداه؟ شايفين كمان العجينة رقيقة جدا ازاي، مش تخينة. عشان فردناها كويس وخرمناها كمان بالشوكة، فبالتالي العجينة اتنفست معاكي في الفرن، ما اتنفختش وطلعت زي العيش. وعايزة اقول لكم ان العجينة عاملة شبه القطن يا جماعة، طرية جدا وخفيفة وطعمها لذيذ لذيذ جدا يعني. اتمنى تكون الوصفة النهاردة عجبتكم، واستنوني في وصفات تانية كتير. ولو اي وصفة انتوا عايزينها اكتبولي وانا اعملها لكم من عيوني طبعا. وكنت معاكم نور، وباي باي.